السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحذير مهم جدا للمسلمين ابتداء من هذه الليلة. يعني النهاردة أول ليلة في العشر الأخيرة من شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. بنحذر من الناس اللي هي بتعمل فيديوهات ويقول لك احنا بنرصد ليلة القدر. ليلة القدر دي يعني خرافة للأسف الشديد، والمسلمين وقعوا فيها، وأصبحت الشغل الشاغل للمسلمين في آخر 10 أيام. بينشغلوا تماما عن ربنا سبحانه وتعالى ويقعدوا يبحثوا عن وهم وشيء خرافي اسمه ليلة القدر. ليلة القدر طبعا حدثت، لكن حدثت مرة واحدة فقط من 1456 سنة تقريبا، يعني من بداية البعثة، بداية نزول الوحي على الرسول في غار حراء. هي دي كانت أول ليلة، اللي هي ليلة نزول جبريل عليه السلام على الرسول في غار حراء وتكليفه بالرسالة. هي دي الليلة ليلة القدر، وكان ميعادها كان بتاريخ 12 رمضان سنة 13 قبل الهجرة، الموافق يوم 10 أغسطس سنة 610 ميلادية. وحضراتكم راجعوا هذه البيانات وهذه المعلومات وهذه التواريخ وانتم تتأكدوا من هذا الكلام. لكن للأسف الشديد المشايخ يعني ضيعوا المسلمين وأوهموهم ان ليلة القدر في آخر 10 أيام، وان الرسول نسيها، وانها يعني شيء مختلف عن ليلة نزول الوحي. يعني في ناس كتير جدا مش مدركة ان ليلة القدر اللي حصلت مرة واحدة وانتهت هي كانت ليلة نزول جبريل عليه السلام على الرسول لأول مرة في غار حراء، من اللي هو في 10 أغسطس سنة 610 ميلادية، اللي هو الموافق 12 رمضان سنة 13 قبل الهجرة. هي دي ليلة القدر اللي حدثت مرة واحدة فقط وانتهت. لكن الزعم والقول بأن ليلة القدر بتأتي كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر في الليالي الوترية، هذا الكلام تخاريف. والدليل على ذلك ان مفيش حد من حضراتكم اللي معترض دلوقتي على كلامي وبيستغرب للكلام ما شافش ليلة القدر نهائيا طول عمره بمختلف أعماركم. واللي شاف ليلة القدر يقول ولو هي فعلا مستجابة فيها الدعاء، كان حالنا ما كانش يبقى كده، حال المسلمين ما كانش يبقى بهذا التدهور وبهذا السوء وهذا الضعف. وكلنا شايفين حالنا السيء وحال المسلمين، يعني حالة يعني تصعب على الكافر. فيجب ان احنا ننتبه لهذا الامر. وهذه خرافة ليلة القدر حدثت مرة واحدة زي ما قلت لحضراتكم، ولن تتكرر بعد ذلك. فاللي بيعتقد ان هي بتيجي كل شهر رمضان انت مخطئ، لان انت عمرك ما لقيتها في طول عمرك، ولا استجاب ليك اي دعوة في هذه الليلة لو كنت بتدعي. لكن ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نعمل وان احنا نجتهد ونشتغل، مش ان انت تعتمد فقط ان انت تقعد تدور على ليلة وتقعد تدعي فيها وفاكر ان كل مشاكلك هتتحل. الكلام ده اسمه تواكل على الله وليس توكل. لازم نتوكل على الله ونعمل ونشتغل مع الدعاء. يعني كل عمل لازم يكون مصحوب بالدعاء. أما تدعي فقط بدون عمل لن يستجيب الله سبحانه وتعالى ليك مهما دعيت. فليلة القدر خدوا بالكم من الناس اللي هي بتشتغل شغل دجالين، وخصوصا المشايخ اللي بيقول لك احنا بنحتفل بليلة القدر يوم 27. هذا الكلام كلام خرافي وتضليل الأمة الإسلامية، وضيعوا الإسلام لأغراض شخصية. فليلة القدر
لا وجود لها الآن، وقلنا الكلام ده كتير، وهي حدثت مرة واحدة وانتهت أول ليلة نزل فيها القرآن في غار حراء. وكل عام وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.